السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. هبتدي دلوقتي أشتغل في سطر رقم 7. هشيل العلامة وأشتغل غرزة مكان العلامة وبعدين أرجعها تاني مكانها. أنا عندي الجزء ده مرتاح جدا، أنا لسه مش عارفة أحط زيادة قد إيه، بس هشتغل كده. يعني أنا ممكن مثلا في الجزء ده أشتغل 4 بدون زيادة، والخمسة هي اللي فيها زيادة، لأن أنا عندي الجزء ده مرتاح مش محتاج زيادة كتير. طيب لو الجزء ده عندك مش مرتاح وحابة تحطي زيادة، طبعا هتقللي العدد. يعني أنا بالنسبة لي هقول لكم دلوقتي أنا هعمل كام غرزة. ادي الغرزة اللي فيها العلامة 1 2 3 4 5. ممكن غرزة رقم 5 هي دي اللي أنا هحط فيها زيادة. هتقللي بقى العدد لو محتاجة ان انتي تحطي زيادة اكتر. يعني بدل ما انا هعمل دلوقتي 4 والخمسة هي اللي فيها زيادة، ممكن تعملي 3 والرابعة هي اللي فيها زيادة. طبعا في حالة لو الجزء ده مقوص معاكي، او لو اشتغلتي بنفس الزيادة بتاعتي والجزء ده قوص معاكي، فانتي تكتري الزيادة او تحطي زيادة اكتر من اللي انا هعمل. هكرر بقى كده دلوقتي. ادي غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة هي دي اللي أنا هحط فيها زيادة. اشتغل غرزة واشتغل التانية في نفس المكان. هفضل شغالة كده الجزء ده كله بنفس الطريقة لحد ما اوصل للعلامة. فضلت شغالة بنفس الطريقة اللي قلت عليها، 4 غرز، فوق كل غرزة غرزة. غرزة رقم 5 هي اللي فيها زيادة لحد ما وصلت للآخر، يعني وصلت للعلامة بقصد التانية. آخر حاجة كنت اشتغلتها 4 غرز، فوق كل غرزة غرزة. غرزة رقم 5 اللي هي كان فيها العلامة. دلوقتي بقى هشتغل الزيادة في الغرزة اللي كان فيها العلامة. ادي غرزة وادي التانية في نفس المكان، وارجع احط العلامة تاني مكانها عشان ما انساش. بصوا كده الجزء اللي انا نفذته مفرود ومفهوش اي مشكلة. تمام. طيب دلوقتي بقى هبتدي اشتغل فوق كل غرزة غرزة لحد ما اوصل للعلامة بتاعة الطرف التاني. هشيلها ومن بدايتها ابتدي احط الزيادة زي ما شرحتها هنا بالظبط، او زي ما اشتغلتها هنا بالظبط. 4 غرز، فوق كل غرزة غرزة. غرزة رقم 5 هي دي اللي هيكون فيها زيادة لحد ما اوصل للعلامة التانية، وابتدي برضو من بعد العلامة اشتغل الطرف التاني لحد ما اوصل للعلامة الحمراء. يبقى كده انا خلصت سطر رقم 7. هكمل كده السطر بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. انتهيت من سطر رقم 7. دلوقتي بقى هبتدي في سطر رقم 8. بس قبل ما ابتدي في سطر رقم 8 عايزة اقول لكم الطول دلوقتي بقى قد ايه. طول القاعدة دلوقتي 18 سنتي بالظبط. انا لسه ما وصلتش للمقاس اللي انا محتاجاه، بس حبيت اتابع معاكم الطول. هشيل العلامة عشان ابتدي سطر جديد. الطرف بتاع الدوران ده، الطرف بتاع الدوران ده مرتاحين عندي جدا، مش محتاجة ان انا احط زيادة كتير. فانا في الاول كده هحط غرزة مكان العلامة وبعدين ارجع احط العلامة تاني مكانها. هبتدي بقى اشتغل فوق كل غرزة غرزة. هحط طبعا زيادة بس مش هحط زيادة كتير. انا كده اشتغلت 3 غرز، فوق كل غرزة غرزة. ادي غرزة رقم 4 5. اعيد الغرزة دي عشان في فتلة فلتت مني. كده غرزة رقم 5 6
7. غرزة رقم 8 هي دي اللي أنا هحط فيها الزيادة. ادي غرزة وادي التانية في نفس المكان. يبقى أنا كده هكمل بنفس الطريقة. أنا مش محتاجة زيادة كتير، بس انتي لو بتنفذي معايا ولقيتي ان انتي اشتغلتي زي ما انا شرحت كده فوق كل غرزة غرزة، 7 غرز فوق كل غرزة غرزة، غرزة رقم 8 هي اللي هتحطي فيها الزيادة، لقيتي هتبقى الزيادة قليلة، يعني الجزء ده هيقوص معاكي، تقللي من عدد الغرز وتزودي الزيادة بنفس الطريقة اللي أنا بشرحها. هكمل أنا كده بنفس الطريقة، هشتغل 7 غرز فوق كل غرزة غرزة، غرزة رقم 8 هي دي اللي أنا هحط فيها الزيادة لحد ما أوصل للعلامة. وصلت للعلامة هشتغل مكانها طبعا وارجع احط العلامة تاني مكانها وابتدي اشتغل فوق كل غرزة غرزة لحد ما اوصل للعلامة اللي في الطرف التاني، ومن بدايتها انفذ الزيادة بنفس الطريقة اللي انا اشتغلتها هنا لحد طبعا ما اوصل للعلامة، وبعدين اشتغل مكان العلامة وارجعها مكانها تاني، وبعدين فوق كل غرزة غرزة لحد ما اوصل للعلامة الحمراء. يبقى انا كده خلصت السطر الاخر اللي هو سطر رقم 8. هخلص السطر كده للآخر زي ما شرحته بالظبط وهرجع لكم. طيب خلاص كده أنا خلصت سطر رقم 8. دلوقتي أنا فاضل لي تقريبا سطرين أو 3 سطور وأكون خلصت القاعدة. طيب أنا ليه بقول تقريبا أنا فاضل لي سطرين أو 3 سطور وبناء على إيه؟ لو جبت الفريم اللي أنا هركبه وحطيته كده على القاعدة اللي أنا بنفذ فيها، هلاقي إن خلاص أنا فاضل لي حاجات بسيطة وأوصل لعرض الفريم، يعني تقريبا سطرين أو 3 سطور. هنا بقى أنا بنتبه لكذا حاجة، بنتبه للمقاس بتاع الفريم اللي أنا هركبه، بنتبه لعدد الغرز اللي موجودة معايا دلوقتي عشان أقدر أظبطها على عدد الباترون اللي أنا هنفذه، بنتبه كمان للسطور اللي فاضلالي هنفذها، وأشوف الزيادة اللي أنا هحطها في كل سطر قد إيه من كل طرف، يعني في الطرف ده هحط زيادة قد إيه وفي الطرف ده هحط زيادة قد إيه. هو الموضوع سهل وبسيط بس محتاج تركيز شوية. طيب في حالة إنك هتركبي فريم زي ما أنا هركب دلوقتي، فأنتي هتظبطي المقاسات زي ما أنا هشرح. طيب لو مش هتركبي فريم مفيش أي مشكلة، هتظبطي عدد الغرز مع عدد الباترون برضو بنفس الطريقة اللي أنا هشرحها. يعني ممكن تكوني مش هتركبي فريم فأنتي هتركبي سوستة، هتركبي رباط، طبعا مفيش أي مشكلة خالص. تمام؟ طيب ده كده الباترون طبعا اللي أنا هنفذه. الباترون ده عبارة عن وحدة ومتكررة. طيب ادي وحدة وادي وحدة تانية وادي وحدة تالتة وادي وحدة رابعة. الوحدة مكونة من 18 مربع، فأنا محتاجة يكون معايا تكرار العدد 18 في الغرز بتاعة القاعدة اللي أنا بنفذ فيها. فبعد عدد الغرز اللي معايا دلوقتي وبشوف أنا فاضل لي قد إيه لو أنا هعمل تكرار كذا، هشرح لكم دلوقتي بالتفصيل. طيب التكاية بقى اللي كنت بقول هنبه عليها، إنك لو هتشتغلي كل وردة لون فتاخدي بالك من التكرار اللي انت هتنفذيه. ليه تاخدي بالك؟ علشان خاطر وانت شغالة في آخر الباترون ما تلاقيش في وردتين جنب بعض بلون واحد، فتاخدي بالك من التكرار ده. يعني أنا بالنسبة لي التكرار بتاعي هيكون 18، فهكرره بقى على حسب الغرز اللي معايا. يعني أنا هقول لكم إزاي أنا بحسبها وإزاي أنا برتبها، بس بالنسبة لك لو انتي هتنفذي كل وردة لون فتاخدي بالك. يعني ممكن هسهلها عليكي انك تعملي التكرار 36 بحيث انك تاخدي نص الباترون، يعني نص الباترون كده وتشتغلي عليه، هيكون التكرار معاكي 36. ادي وحدة وادي وحدة، الوحدة دي فيها وردتين كل وردة لون، والوحدة دي فيها وردتين كل وردة لون. فلما تيجي تكرري هنا مش هيصدف معاكي ان الوردتين يكونوا لون واحد. يعني لما تشتغلي اول سطر من الباترون وتنفذي طبعا في الورود، لان اول سطر هو بادئ في الورود اهو، فلما تشتغلي في الورود مش هتصدف معاكي في الاخر ان يبقى معاكي وردتين لون واحد، فانتبهي للجزئية دي. تمام؟ لكن انا بالنسبة لي انا هشتغل على عدد او تكرار 18. التكرار 18 هيكون كده اهو بنفس الطريقة.
انت برضو ممكن تشتغلي على التكرار 18 عادي، بس تبقي واخدة بالك ان كل تكرار يكون بلون مختلف زي ما هتكوني عايزة مثلا الوردتين يكونوا لون واحد، الوردة دي لون والوردة دي لون زي الباترون، طبعا مفيش أي مشكلة، بس تاخدي بالك من الجزئية دي. لكن أنا بالنسبة لي أنا هنفذ الورد كله بلون واحد اللي هو الجنجان، فأنا هعمل التكرار 18، ومش شرط بقى إن أنا أحسبها واخد بالي إن كل تكرار هيكون الورد بتاعه بلون مختلف. تمام كده؟ طيب هسيب الباترون كده على جنب. أنا محتاجة دلوقتي أعرف عدد الغرز اللي معايا قد إيه. عدد الغرز دلوقتي اللي موجودة معايا أو في آخر سطر 166 غرزة. طيب أنا بحسبها إزاي علشان خاطر الباترون يكون معايا مظبوط؟ طيب هقول لكم كده أنا هعمل إيه بمنتهى البساطة. زي ما قلت كده عدد الغرز بتاعت آخر سطر عددها 166 غرزة. تمام؟ طيب هديكم مثال بسيط كده. أنا دلوقتي زي ما قلت كده التكرار أو عدد الوحدة 18 مربع، فأنا محتاجة يكون معايا تكرار العدد 18. فمثلا أنا هعمل إيه دلوقتي؟ هقول مثلا عايزة أكرر الوحدة دي مثلا 9 مرات، أشوف كده يعني لو أنا ضربت 18 دول في 9 هيطلع لي الناتج كام. مثلا هعمل كده 18 اللي هم عدد الوحدة اللي أنا هنفذها في 9، الناتج هيكون كام؟ الناتج هيكون 162. طيب إيه ده أنا العدد معايا 166. طيب يبقى أنا كده محتاجة أضرب الرقم ده أو العدد ده بتاع التكرار أو الوحدة اللي معايا في رقم يكون أعلى شوية من 9. مثلا هقول 18 اللي هم برضو عدد الوحدة اللي أنا هنفذها في 10، هيكون الناتج كام؟ هيكون الناتج 180. يعني المفروض لو أنا دلوقتي هكرر الوحدة دي 10 مرات هيكون الناتج معايا كام؟ 180 غرزة. طيب أنا دلوقتي عدد الغرز معايا 166 غرزة. طيب أعمل إيه علشان خاطر أزود واعرف ان انا كده فاضل لي قد ايه؟ يعني انا دلوقتي محتاجه ان انا ازود على عدد الغرز دي لان انا لسه فاضل لي سطور هشتغلها. وعطيت لنفسي مثال، يعني لو مثلا دلوقتي كررت الباترون اللي هو عدده 18 في 10 هيكون الناتج 180. طيب المفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ بمنتهى البساطه هاخد ال 180 دول، ال 180 دول اللي انا محتاجاهم، انقص منهم ال 166 ناقص 166 هيكون الناتج كام؟ هيكون الناتج 14. يعني أنا فاضل لي 14 غرزة عشان أوصل للتكرار ده. طيب هما ال 14 غرزة دول هيكفوا معايا إن أنا أحطهم في السطرين أو ال3 سطور اللي فاضلين لي؟ برضو بمنتهى البساطة هعمل إيه؟ لأن طبعا إحنا مش هنعتمد على ال 14 دول، هقول لكم أنا هعمل إيه دلوقتي. طيب زي ما قلت كده أنا فاضل لي 14 غرزة عشان أوصل للتكرار العدد بتاع الباترون 10 مرات. أنا محتاجة العدد دلوقتي يكون معايا 180 غرزة. طب مثلا بالنسبة للسطر اللي أنا موقفة عنده دلوقتي هل هو محتاج مني زيادة كتير؟ أنا محتاجة إن أنا أحط زيادة معقولة. فهعمل إيه؟ يعني شوف أنا ببسط لكم الموضوع إزاي بمنتهى البساطة. ال 14 غرزة دول أنا هوزعهم على الطرف ده وعلى الطرف ده. طب إزاي؟ 14
على 2 فيها 7، فهحط 7 غرز هنا في الجزء بتاع اللي أنا بزود فيه الجزء بتاع زيادة، و7 غرز في الجزء بتاع زيادة الناحية التانية. طيب كده أنا نفذتهم في سطر، مفيش مشكلة. السطر اللي بعده لو أنا طبعا لسه ما وصلتش للمقاس اللي أنا محتاجاه هعمل تكرار تاني وهوضح لكم ازاي. خلينا الأول في السطر اللي أنا عايزة أنفذه دلوقتي وأقول لكم أنا هحط ال7 غرز ازاي. هجيب 7 علامات، طبعا ال7 علامات دول أنا محتاجاهم لطرف واحد، يعني أنا هحط هنا زي ما قلت وهأكد تاني 7 غرز هنا زيادة و7 غرز هنا زيادة. ليه احط 7 غرز؟ لان انا محتاجه ان الجزء ده يكون معايا فيه زياده وهنا برضو. طيب لو انت مثلا السطر ده معاكي مظبوط ومش محتاجه ان انت تحطي ال 14 غرزه في سطر واحد، قللي مفيش مشكله، بس تبقي عارفه الزياده اللي انت حطيتيها قد ايه. طيب بمنتهى البساطه انا عايزه احط 7 غرز هنا، بس انا مش عارفه مثلا هوزعهم ازاي، فهتجيبي 7 علامات كده وتوزعي العلامات في الجزء ده، بحيث ان انت كل ما تروحي عند علامة تعرفي ان انت كده هتحطي زيادة عند العلامة دي. مثلا هبتدي اوزع العلامات، ممكن احطها مثلا 1 2 3 4 5 غرزة رقم 6 احط فيها علامة مثلا. انا عايزة اوزعهم بشكل متساوي، ادي 1 2 3 4 5 6 ادي علامة تانية، 1 2 3 4 5 6. طبعا لو ما كفوش معايا اقلل مفيش مشكله، المهم ان انا عايزاهم متوزعين بشكل متساوي في الجزء ده. 1 2 3 4 5 6 هنا، ادي 1 2 3 4 5 6. انا شكلي كده محتاجه ان انا اقلل. طيب هنا هقلل اهو، وهنا برضو هقلل العدد. يعني انا بس حابه اوصل لكم الفكره هتكون ازاي بمنتهى البساطه. هنا اهو 1 2 3 4 مثلا، طيب أنا وزعت العلامات بشكل متساوي. أنا ببسط لك الموضوع، يعني أنا بحب إن أنا أشرح لك بالطريقة دي، بحيث إن أنت دلوقتي عايزة تحطي عدد في الجزء ده، بس أنت مش عارفة تحطيها يعني كل كام غرزة، يعني تحطي كل كام غرزة زيادة، يعني أحط قد إيه، فأنت مش عارفة. فبمنتهى البساطة أنا حابة أبسط لك يعني الموضوع، بتجيبي علامات بعدد الزيادة اللي أنت هتحطيها وهتوزعيها، بس أهم حاجة تكون بشكل متساوي كده. تمام؟ بس طبعا نخلي بالنا من العلامة بتاعة بداية الزيادة والعلامة بتاعة نهاية الزيادة. تمام؟ أنا دلوقتي هبتدي أشتغل فوق كل غرزة غرزة، ولما أوصل عند علامة رقم 1 هبتدي أحط زيادة مكانها وأشيل العلامة. طيب هشرح كده بالراحة. دي العلامة بتاعة بداية السطر، فهشتغل كده مكانها وارجع احطها تاني على طول اهو. هشتغل في الغرزة اللي بعدها فوقيها غرزة، الغرزة اللي بعدها فوقيها غرزة، الغرزة برضو اللي بعدها فوقيها غرزة. كده انا وصلت للغرزة اللي هي فيها العلامة، فهشيلها. الغرزة اللي مكانها العلامة دي هحط بقى فيها زيادة، يبقى انا كده حطيت غرزة رقم 1.
ادي غرزة وادي التانية في نفس المكان. تمام اهو. طيب هشتغل برضو فوق كل غرزة غرزة لحد ما اوصل للعلامة التانية. وصلت للعلامة اللي عليها الدور، فبشيلها، ومكان العلامة هشتغل زيادة، هشتغل غرزة وهشتغل غرزة تانية في نفس المكان. يبقى أنا كده حطيت زيادة أو غرزة رقم 2 في الزيادة اللي أنا محتاجاها. تمام كده. هفضل شغالة بقى كده بنفس الطريقة فوق كل غرزة غرزة لحد ما أوصل للعلامة أشيلها، ومكان العلامة أحط زيادة. هفضل شغالة كده بنفس الطريقة لحد ما أخلص بقية العلامات. طبعا العلامة الأخيرة دي ثابتة، العلامة الأولانية ثابتة، ما ننساش. هنا برضو نفس الطريقة. بعد ما أخلص الجزء ده يبقى أنا كده حطيت ال7 غرز اللي أنا محتاجاهم هنا. تمام. خلصت لحد العلامة، فبشتغل مكانها وأحط العلامة تاني، وبعدين أشتغل فوق كل غرزة غرزة. أنا كده وصلت بقى للطرف التاني. الطرف ده برضو هنفذه بنفس الطريقة اللي أنا شرحتها هنا. هبتدي أجيب ال7 علامات وأوزعهم كده بشكل متساوي، وكل ما أوصل عند علامة أحط الزيادة. يبقى أنا كده حطيت ال7 اللي أنا عايزة أحطهم هنا، وبعدين أبتدي بقى أكمل بقية السطر لحد ما أوصل للعلامة الحمراء. يبقى أنا كده خلصت السطر ده. طبعا خلاص كده بعد ما أخلص السطر هكون حطيت ال14 غرزة اللي هما ال7 هنا وال7 هنا. هيكون العدد معايا بعد ما أخلص السطر ده هيكون العدد معايا 180 غرزة. هخلص السطر ده بنفس الطريقة كده وهرجع لكم. انتهيت من سطر رقم 9 وعدد الغرز دلوقتي معايا 180 غرزة، يعني تكرار الباترون اللي أنا هنفذه 10 مرات. أنا هشتغل سطر كمان، التالت مش هعمله. أنا كنت قلت هشتغل تقريبا سطرين أو 3 سطور، فأنا اشتغلت سطر وهشتغل سطر كمان. التالت مش هعمله لأني خلاص أنا تقريبا وصلت للمقاس اللي أنا محتاجاه، فاضل بس حاجات بسيطة وهوضح لكم أكتر. السطر اللي أنا هنفذه دلوقتي برضو هحط فيه زيادة. طب هحط فيه زيادة إزاي؟ هعمل تكرار للباترون تاني. يعني مش معنى إن أنا ظبطت العدد دلوقتي على الباترون ولسه ناقصني سطر أو 2 فأنا ما احطش زيادة. لا، أنا هحط زيادة، وهيكون الزيادة تكرار للباترون اللي هو 18 غرزة، لأني أنا قلت التكرار بتاع الباترون أو الوحدة اللي أنا هنفذها عدد المربعات بتاعتها 18 مربع. يعني أنا دلوقتي لما اشتغل السطر اللي أنا هنفذه دلوقتي هشتغل أو هعمل حسابي إن أنا هحط زيادة 18 غرزة. هقسم بقى ال 18 غرزة على الجنب ده وعلى الجنب ده، يعني هحط زيادة 9 هنا وزيادة 9 الطرف التاني. تمام كده. طيب لو انتي لسه فاضلك على المقاس بتاعك مثلا سطرين أو 3 مفيش مشكلة، هتحطي زيادة على حسب القرص اللي موجود معاكي، والتكرار هيكون معروف. يعني هتعملي التكرار مرة أو مرتين، المهم يبقى العدد معاكي مظبوط في النهاية. يعني هديكي مثال، انت دلوقتي فاضلك سطرين مثلا، فعايزة تحطي زيادة في السطرين ومش عارفة تحطي زيادة قد ايه. انت تبصي كده للسطر اللي معاكي، هل السطر اللي معاكي دلوقتي مرتاح؟ لو السطر اللي معاكي مرتاح يبقى تعملي تكرار للباترون اللي انت هتنفذيه اللي هم 18 غرزة، تقسميهم على السطرين. يعني كل سطر تحطي بس فيه 9، توزعيهم بقى على الطرف ده وعلى الطرف ده. يعني تعملي حسابك ان ال 18 غرزة دول هتوزعيهم على السطرين. طيب انتي عاملة مثلا مقاس اكبر من المقاس اللي انا شغالة عليه وعايزة تزودي اكتر، يعني عايزة تزودي لسه في عدد السطور، زي ما قلت كده هتفضلي تعملي التكرار بتاع الباترون وتوزعي بنفس الطريقة. المهم ان انتي بعد ما تخلصي السطور بتاعتك يكون العدد اللي فاضل معاكي في آخر سطر مظبوط بالتكرار بتاع الباترون. لكن أنا بالنسبة لي دلوقتي أنا هشتغل سطر واحد وهحط زيادة 18 غرزة. ال 18 غرزة دول اللي هم التكرار بتوع الباترون، لأني أنا محتاجة إن أنا أحط زيادة في السطر ده
وطبعا مش هينفع ان انا احط عدد اقل من 18، لازم يكون العدد مظبوط معايا في الاخر. فانا دلوقتي بالنسبة لي في السطر ده هحط 18 غرزة، هحط 9 هنا وهحط 9 الناحية التانية. طيب أنا عرفت منين إن أنا وصلت للمقاس اللي أنا محتاجاه أو المقاس الفريم؟ أنا بجيب الفريم وبجيب السنتي وبقيس كده الفريم من أول البداية بتاعة الفريم، وأفضل ماشية كده بالسنتي في الفريم من جوه بنفس الطريقة كده لحد ما أوصل للطرف التاني. أنا المقاس معايا بتاع دوران الفريم ده 28 سنتي، فبشوف بقى الدوران بتاع القاعدة اللي أنا شغالة فيها، الدوران بتاعها بقى كام. يعني بقيس برضو إزاي في الدوران من أول العلامة اللي هي بتاعت بداية السطر، وبمشي كده بالسنتي بنفس الطريقة لحد ما أوصل للعلامة بتاعت بداية السطر اللي أنا بقيس من عندها، وبشوف الناتج كام. الناتج اللي هيطلع لي هقسمه على 2. هديكي مثال، لو الناتج اللي طلع لك أو الدوران اللي طلع لك ده مقاسه مثلا 50 سنتي، فانت ال50 سنتي دول بتقسميهم على 2. 50 على 2 الناتج بيكون 25. وهنا الدوران ده زي ما قلت كده مقاسه 28، فيبقى انت كده فاضلك 3 سنتي، فانت لسه هتشتغلي عشان خاطر توصلي للمقاس اللي انت محتاجاه اللي هو 28 سنتي بتاع الدوران. تمام كده. انا بالنسبه لي انا فاضل لي اقل طبعا من 3 سنتي، فانا خلاص انا هشتغل سطر واحد وهحط تكرار كمان للباترون وهيكون عندي القاعده جاهزه. فانا اللي هعمله دلوقتي هشتغل في السطر الاخير، وزي ما قلت كده الجزء ده هوزع الزياده اللي انا هحطها اللي هما 9 غرز، هوزعهم بالتساوي في الطرف ده، وبعدين أكمل لحد ما أوصل للطرف التاني، وبرضو ال9 زيادة اللي أنا عايزة أحطهم في الطرف التاني برضو بوزعهم بالتساوي في الطرف التاني، وأكمل السطر لحد ما أوصل للعلامة الحمراء. هخلص السطر ده وهرجع لكم. خلاص كده أنا انتهيت من السطر الأخير. عدد الغرز دلوقتي معايا 198 غرزة، تكرار الباترون 11 مرة. تمام. الدوران دلوقتي خلاص بقى مناسب مع دوران الفريم. يعني لو جبت الفريم كده وحطيته كده على القاعدة، أنا كده وصلت للمقاس اللي أنا محتاجاه، غير إن الدوران ده بقى قد الدوران ده. الدوران دلوقتي بتاع القاعدة 56 سنتي، والدوران هنا الجزء ده 28 سنتي. خدوا بالكم إن أنا بقيس الدوران ده والفريم مقفول مش وهو مفتوح. تمام. أنا قافلة الفريم كده وخدت المقاس من هنا لحد هنا، الدوران ده مقاسه 28 سنتي، فأخدت المقاس بتاع الدوران القاعدة لما خلصت دلوقتي. الدوران دلوقتي 56 سنتي، 56 على الاتنين يعني باخد نصهم كده، ال28 اللي هما بتوع دوران الفريم مرة واحدة. تمام كده. يا رب أكون قادرة أوصل لكم الفكرة أو أشرح لكم الجزئية دي بالظبط إزاي، علشان خاطر أنا عايزة الأمور توضح لكم، لأن في ناس كتير بتبقى مش مستوعبة فكرة إن هي تظبط الدوران بتاع القاعدة إذا كانت بقى هي دايرة أو إذا كانت بيضاوي مع الفريم. طبعا لو في أي توضيحات عايزين تعرفوها أو لسه في حاجة عايزين تسألوا فيها، طبعا اكتبوا لي على الجروب وأنا معاكم طبعا مفيش أي مشكلة، أو اكتبوا لي تحت الفيديو. عايزة بقى أنظف الجزء بتاع الظهر. الخيوط دي هقصها، يعني مش شرط إن أنا ألضمها بإبرة التنظيف وأمررها، يعني هي كده خلاص ثابتة ومفيش داعي إن أنا أثبتها. يعني خلاص أنا هروح كده على فتلة فتلة وأقصها
من البداية بالنسبة للسلسال ده أنا بفكه، وبعد ما بفكه هلضم كده الخيط في إبرة التنظيف وحاول أثبت الفتلة في ظهر الشغل. طيب خلاص كده أنا مررت الخيط ما بين الغرز وقصيت الخيط الزيادة. في حاجة بقى عايزة أعملها في الجزء اللي في النص ده علشان الشكل ده يبقى أفضل من كده شوية. حابة أعمل غرزة الفرع في النص هنا. طيب هعملها إزاي؟ غرزة الفرع لما بعملها بتدي شكل حلو قوي في الجزء اللي في النص ده. هجيب إبرة وخيط طبعا من نفس اللون، وهثبت الأول الفتلة في الظهر. بعد ما ثبت الخيط كده في ظهر الشغل، أشيل بس الإبرة دي، هقلب الشغل كده وهقلب القاعدة بتاعتي. هطلع بالإبرة من النص هنا. أنا هشتغل غرزة الفرع على الحلقات اللي هي في النص. أنا كنت اشتغلت سلسال واشتغلت عليه من الطرف ده واشتغلت عليه من الطرف ده. الجزء اللي باين في النص ده هو ده اللي أنا هشتغل عليه غرزة الفرع. هطلع كده من البداية وهبتدي أخلي الفتلة على جنب واحد كده بنفس الطريقة، يعني طول ما أنا شغالة الفتلة تبقى على الجنب ده. تمام. المفروض إن أنا هاخد غرزة غرزة وأطلع بيها بالخيط، يعني هطلع بالإبرة كده بنفس الطريقة. لكن طبعا بما إن الشغل ماسك نفسه فأنا مش هينفع إن أنا أطلع كده، يعني أطلع بالطريقة دي. فأنا هعمل إيه؟ أدي أول حلقة هي عندي، المفروض إن أنا هطلع بالإبرة كده بنفس الطريقة. لكن أنا هعمل إيه؟ هدخل كده بالإبرة وأعديها من الظهر وأطلع من الناحية التانية بنفس الطريقة. تمام. هخلي برضو الفتلة الناحية التانية كده على جنب واحد، وهروح على الغرزة اللي بعدها. أنا عندي خطوط أهو، أنا عايزة بس أوضح لكم أكتر. أنا عندي خيط، بصوا أدي خط وأدي خط بالخيط وأدي خط. الخطوط دي أنا بطلع كده من تحتيها بالإبرة. هروح على الغرزة اللي بعدها، هدخل كده وأعديها من الناحية التانية. طبعا أكيد أنتوا عارفين غرزة الفرع. هكرر تاني، الفتلة هتبقى على الناحية التانية، وبعدين اهو في غرزة اهي. المفروض ان انا بطلع كده بالإبرة، بس طبعا عشان زي ما قلت كده الشغل ماسك نفسه فانا بعمل كده، بدخل بالإبرة كده وأعديها من الظهر بنفس الطريقة كده. برضو بكرر، الفتلة تبقى الناحية التانية واشتغل على الغرزة اللي بعدها. الفتلة برضو بوديها الناحية التانية، طول ما أنا شغالة هي على الطرف ده على جنب واحد. بروح بقى على الغرزة اللي بعدها وبرضو أعدي كده الإبرة من وراها. ادي الجزء اللي انا اشتغلته. هشتغل بقى على بقية السطر لحد الآخر. فضلت شغالة بغرزة الفرع لحد ما وصلت لآخر غرزة. دلوقتي بقى بالإبرة هدخل كده، طلع الإبرة من الناحية التانية
وبعدين اقلب القاعدة، والفتلة دي همررها ما بين الغرز. بعد ما مررت الفتلة ما بين الغرز واتأكدت طبعا ان هي ثبتت، بقص الفتلة الزيادة. انا كده القاعدة عندي جاهزة. عايزة بس اشتغل اخر غرزة عشان فكت معايا. كده انا القاعدة جاهزة معايا ان اشتغل في الارتفاع.